جربي خبز الدار بهذه الطريقة ونسي كل التعب والجهد، لا عجن ولا دلك، وفي ربع ساعة تكوني ديجا وجدتيه. حضرت ثاني معكم قبل خبز الدار هذاك اللي تعجنوه وكامل جربتوه وعجبكم، وهذا يا البنات صدقوني يجي قطن. شوفوا هنايا الفيديو راه يحكي على نفسه. ما تتخيلوش الخفة تاع هذا الخبز وبلا تعب كيما قلت لكم. ويوجد بسرعة. شوفوا لي هنا راهي الصورة تعبر عن نفسها. اللي ما جربتش هذا الخبز صدقوني راهي راتات وصفة ناجحة مليون في المئة. جربوه البنات على ضمانتي، وأنا نضمن لكم نجاح الوصفة. فقط تبعوا المراحل بالتفصيل وتبعوا كل الخطوات. هنا أول حاجة عندي كاس ونص حليب يكون دافي، مغرفة كبيرة سكر، ومغرفة تكون شوية ممسوحة نتاع الخميرة. هنايا عندي كاس تاع سميد رطب أو سميد متوسط، وخلطوا هذه المكونات وخلوهم حوالي 10 حتى ل 15 دقيقة. هذه المقادير تخرج لكم خبزة تكون شوية كبيرة، يعني أو زوج خبزات يكونوا صغار. هنا يعني اللي حابة تدير كمية أكثر تضاعف كل المقادير، هذا ما كان. هنا شوفوا بعد ما تفاعلت معايا هذيك الخميرة، شوفوا الخليط كيف يولي ثقيل. هنايا هاني صورت معكم كيف يولي القوام نتاعو. هذه المرحله نديروها راح تساعد الخبز تاعنا باه يجي بزاف خفيف. يعني لازم تديروا المرحله هذيك الاولى بلا ما يعني ما تخلطوا كلش. هنايا بعد 15 دقيقه ضفت بيضه تكون بدرجه حراره الغرفه، عندي شويه اقل من نص كاس تاع زيت، عندي شويه سينوج، وعندي مغرفه صغيره تكون معمره مليح نتاع الملح. ونخلط هذه المكونات مع بعض مليح مليح حتى نحس هذاك البيض تخلط. هاي لكم القوام اللي تحصلنا عليه. المقادير هذه البنات راهي مضبوطه. شوفوا هنايا بالنسبه للفارينه عندي 2.5 كيسان نتاع الفارينه، ورايح نخلطهم مع هذا الخليط. رايحين تتحصلوا على واحد القوام تاع الخليط هذا يكون يلصق في اليد. خلوه كيما راه، ما تقولوش يعني راه طري بزاف، خلوه كيما قلت لكم بهذا الشكل. وباه يزيد يجيني اخف يعني كيما القطن، راح نستعمل كاطو ماكس، هذه الزبده الرائعه اللي تمد لي واحد الخفه واحد القوام لهذا الخبز بزاف هايل. من بعد يعني راكم شفتوا في بدايه الفيديو كيفاه جا خفيف. ضروري ديروا هذه الخطوه. درت انا مغرفه كبيره حوالي يعني بالميزان حوالي 40 غرام يعني او 50 غرام بالميزان. هاي لكم كيفاش درت. هنايا درت مغرفه كبيره، انتم كما قلت لكم اذا ضاعفتوا زيدوا ضاعفوا الكميه. هنايا خلطت هذيك الزبده تاع كاطو ماكس، خلطتها مع هذاك المكونات. حاولوا تخلطوا مليح مليح بهذا الشكل يعني حتى تذوب. انا شويه كانت في الثلاجه عليها جاتني شويه يابسه، من الاحسن ثم تكون بدرجه حراره الغرفه. اخبطوه شويه بهذا الشكل باه يزيد يجيكم خفيف. بعدها انا غطيته وخليته يختمر. بالنسبه للاختمار حتى تشوفوا الحجم الضعف، يعني على حسب الوقت اللي راكم تحضروا فيه، اذا كان شتاء او صيف. حتى تشوفوا الحجم تاعو ضعف حوالي 45 دقيقه او ساعه. تقدروا في نص ساعه تبداو تكملوا باقي الخطوات. هنا دهنت اليد تاعي بشويه زيت، هبطت له هذاك الخمر تاعو بهذا الشكل. وبعدها راح نجيب البلاطو. هنا بالنسبه كما قلت لكم تحضر لكم خبزه تكون شويه كبيره. انا درت البلاطو هذا فيه القطر تاعو 33. هنايا جبت كاطو ماكس الزبده هذه ودهنت بها البلاطو هكذا باه تتحمر لي الطبقه السفليه وتجي مقرمشه وتزيد في البنه. هنايا كما قلت لكم البلاطو هذا فيه 33 سنتيمتر. انايا جاتني شويه خشينه في هذا البلاطو، عليها نقصت منها في بلاطو يكون شويه صغير. انتم ديروا في بلاطو كبير. اذا عندكم تاع المربع مستطيل تاع 30 على 40 سنتيمتر راح تجي فيه مليحه. هنا شوفوا حطيتها في البلاطو قبل ما نقرصها خليتها حوالي 10 دقائق اختمرت شويه وبعدها قرصتها. وهنا زدت كما شفتوا معايا زدت نحيت شويه برك باه ما يجينيش متين. وانتم اللي تحب يعني الخبز يكون متين تخليه كما راه. هنايا قرصتها بهذا الشكل. وزدت هنايا حندهن لها الوجه تاعها. عندي صفار بيضاء مع شويه برك تاع الحليب. هنا كي قرصتها خليتها قبل اختمرت شويه حوالي ربع ساعه او 20 دقيقه. وبعدها راني ندهن بهذاك الصفار. ادهنوا غير بشوي. انا راني مسرعه الفيديو عليها يعني يبان انني نزرب فيه، ولكن ادهنوا بشوي باه ما يهبط لكمش هذاك الخمر تاع الخبز. هنا زدت رشيتها بشويه جلجلان وشويه سينوج.
وهنا في هذه المرحلة غطوها ببلاطو أو حاجة يعني تكون شوية عالية عليها باه ما تلصقش العجينة. خلوها تخمر مليح مليح هكذا باه يجيكم كما قلت لكم خفيف. هنا قد ما يكون يختمر مليح قد ما تتحصلوا على نتيجة أحسن. هنا بعد ما اختمر معايا شعلت الفرن قبل يسخن على 200 درجة، شعلوا حوالي 10 دقائق. بعدها دخلوا الخبز تاعكم يطيب، شعلوا له من الأسفل كي تشوفوه يعني طاب وتحمر شعلوا له من الأعلى حوالي 20 دقيقة هكذاك باه يطيب لكم، أو 15 دقيقة كل وحدة والفرن نتاعها. زيدوا حمروه شوية من الفوق بهذا الشكل ونحوه. هنا نحوه من البلاطو باه ما يعرقش معكم الخبز لتحت. هنايا قلبوه يعني راح يتنحى بكل سهولة كما قلت لكم، لأنه استعملنا هذيك الزبدة ما تلصقش. شوفوا هنا كي قلبتو. هنا هي من الأحسن تخلوه حتى يبرد وباه تقطعوه. أنا لأني نصور قطعته مباشرة، يعني بات كي تقطعوا ما تتحصلوش عليه يعني ما يتعجنش معاكم الداخل. هنا شوفوا النتيجة كيفاه كان، يعني صدقوني أخف من القطن، يعني ما تقدروش تتصوروا النتيجة اللي تتحصلوا عليها. هنا هذه اللي درتها في البلاطو هذاك الصغير، شوفوا لي كيفاه جات ولا اروع بزاف. خفيف هذا الخبز البنات فضلا وليس امرا. راني نفيد فيكم بالوصفات. نتمنى برك تفيدوني ولو بجيم وتعليق هكذا بها الفيديو يطلع، لانه الفيديو يستحق انه يوصل لكل المشتركات. هكذا به كامل يستفادوا منه وكامل توصل لهم الاشعارات تاع القناه. شوفوا لي هنا النتيجه النهائيه. ان شاء الله يكون عجبكم البنات. ما تنسوش برك تجربوه وبعثوا لي تطبيقاتكم. نشكركم كامل على المشاهدة ونتلاقاو في وصفات جديدة إن شاء الله.